ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه ونعم الله يا رب دايما. ما ننساش بقى نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يا حلوين هنعمل جاتوه، حاجه كده قمر بجد. سهل جدا وما بياخدش وقت خالص، بس بجد هتعملي حبه جاتوه حاجه كده فاخر من الاخر، بمقادير بسيطه جدا وسهله جدا، بدون دقيق سبونج. هنعمله بالدقيق العادي، حاجه كده تحفه بجد. الاسبونج ده ينفع معاكي لاي حاجه، طرق جاتوهات. بصوا مش قادرة اقول لكم سبونج قد ايه ناجح 100%. حاجة كده معايا البولة بتاعتي نزلت فيها بأربع بيضات كبار. لو البيض عندك صغير استخدمي 5، البيض ده كان كبير فاستخدمت 4 بيضات. كوباية من المية، عليهم معلقتين كبار من الخل، و3 ظرف من الفانيليا، نشا، ومعلقة كبيرة من محسن الجين. هنا بقى معايا الخليط ده عبارة عن ايه: كوباية ونص من الدقيق الأبيض، عليهم كوباية ولا ربع من السكر، عليهم معلقة ونص بيكنج باودر صغيرة، عليهم 3 معالق كبار من النشا. هكتب لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. هضرب بقى الخليط كده لحد ما القوام يتقل معايا، يبقى شبه الكريمه كده زي ما انتم شايفين، واللون بتاعه يفتح. هنا جبت الصينيه بتاعتي، اكبر صينيه في الطقم المستطيل. حطيت كده ورقه زبده من تحت، هثبتها بس بايه، بحبه سبونج كده عشان الورقه ما تتحركش معايا. هنزل بقى بالخليط، هو ده القوام المظبوط جدا بجد، انجح سبونج ممكن تحضريه. هبدأ بقى اوزعه كده زي ما انتم شايفين في الصينيه. وزعيه كويس جدا كده عشان كل القطع تبقى متساويه. وهجيب كده خلية اسنان واخرج الهواء اللي داخل فيه عشان ما يبقاش فيه اي فراغات. ما شاء الله القوام مظبوط جدا. الخطوه دي بتسهل معاكي ان الكيك بعد ما يستوي ما يبقاش فيه فراغات. اهي كده بقت جاهزه معايا، هديها خبطتين كده على الرخامه وهدخلها الفرن. بقى مشغله الفرن من قبلها على درجه حراره 180 بالظبط. خدت معايا 25 دقيقه كانت استوت معايا. اهي كده خرجت من الفرن. حطيت كده ورقه على الوش كده عشان الوش ده يخرج معايا بسهوله. هسيبها بقى تهدى كده واحضر الكريمه. الكريمه معايا كوبايه من الكريم شانتيه الخام، عليهم كوبايه ونص من الميه ونص كوبايه من السكر. ضربتهم كويس جدا لحد ما القوام بتاعهم تقل معايا كده. هنا بقى ابتديت ايه، اقشر الوش كده زي ما انتم شايفين بيطلع معايا بكل سهوله. ما بتاخدش وقت خالص في الفرن، بجد اسهل جاتوه ممكن تحضريه. هقلبها كده عشان اشيل الورقه من تحت. بصوا ما شاء الله السوا بتاعه مظبوط جدا. هرجعها تاني في الصينيه كده وابدا ايه بقى. هنا معايا سيرب خفيف كده، عبارة عن ربع كوباية من السكر عليهم ربع كوباية من المية. سبتهم على النار شوية وبعد كده بردوا وابتديت ايه اسقي بالكيك. هنا الكريمة بتاعتي، ابدأ اوزع الكريمة كده زي ما انتم شايفين على الوش وهسويها كويس جدا. ابدأ اوزع الكريمة كده لحد ما تبقى متساوية معايا. انا استنيت لحد ما الكيك برد تماما وبعد كده ضفت الكريمة. حابة تسقي الكيك لبن مفيش اي مشكلة، بس هو الكيك اصلا طري جدا. بجد انجح سبونج ممكن تحضريه، ما يفرقش حاجة عن الاسبونج الجاهز. جبت السكرابر اللي هي مشرشرة دي وابتديت ايه اسوي السطح كده.
لو وصلت بقى معايا لحد هنا ياريت ما تنسيش في اللايك الحلو منك والكومنت الحلو عشان ارحب بيكي، والاشتراك طبعا في القناه، والشير كده مع اصحابك وحبايبك. انا كده ظبطتها كويس جدا. هدخلها بقى الفريزر شويه كده. وهنا معايا جناش شوكولات كده زي ما انتم شايفين، هبدا اضيفه على الوش. الجناش معايا بارد، والكيك كنت مطلعاه من الفريزر. هبدا اوزع بقى كويس جدا كده. اهو كده وزعته. هنا جبت نوتيلا كده، خففتها كده بمعلقتين زيت، وابتديت اعمل خطوط كده على الوش. حاجة سهلة جدا، خطوط بالعرض وخطوط بالطول. هدخلها بقى الفريزر شوية كده، وبعد كده اقطعها. قطعي بقى التقطيع اللي تناسبك. ما شاء الله بتتكلم عن نفسها. التزيين ده بقى حاجة براحتك انت، على حسب ذوقك. ابتدي اقطعها كده، وكل مرة اقطع فيها اغسل السكينة بمية سخنة وانشفها كويس جدا. بص الاسبونج معايا فاتح ازاي وطري جدا. قطعته كده زي ما انتم شايفين، وعملت روزتك كده على الوش. تزيين بسيط جدا. اتمنى بقى تجربوا بنفس طريقتي، ولو عجبتكم الطريقه بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والكومنت الحلو منك عشان ارحب بيكم، والاشتراك طبعا في القناه. واستنوني في وصفه جديده في حفظ الرحمن.